بتتمرقعوا. اقسم بالله بتتمرقعوا. كلمه بتتمرقع دي بتتقال للست ما بتتقالش للراجل. بس احنا المفروض نقولها لعيبه المنتخب المصري بتاعنا عشان هم بصراحه يستاهلوها والله. تتفرج على منتخب المغرب ومنتخب الاردن، ايه ده؟ ايه ده؟ سيبك من مين كسب. المغرب كسب، خدت كاس العرب، او الاردن، الاثنين نزلوا في الملعب بيحاربوا، سواء بتوع المغرب او بتوع الاردن. منتخب النشامه لعيبه نازله الملعب عندها نخوه وعندها رجوله وعندها كرامه. انت كلاعب في منتخب مصر ناقصك ايه عشان يبقى عندك رجوله واحنا نكمله؟ يعني انت لو بتلعب في منتخب مصر زي كابتن حلمي طولان طلع بيقول لك انا كلمت ناصر منسي، بعت له مع الونش وقال لك انا اعتذر. كلمت عبد الله سعيد قال لك انا اعتذر. كلمت احمد حجازي في السعوديه قال لك انا اعتذر. وقبلها بفتره طلع قال لك ان كابتن حسام حسن ما عندوش ولا فنيات ولا تكتيكات. احنا بنخبط في بعض وبنشتم في بعض، وهم بسم الله ما شاء الله عليهم، والله الله يبارك لهم والله العظيم لعيبه رجاله، سواء منتخب الاردن ولا منتخب المغرب. وكان معروف ان منتخب الاردن من اول ماتش احنا اتفرجنا عليه هيوصل للنهائي. ليه؟ لان هم لعيبه رجاله. وحتى لو كانوا خسروا وما وصلوش للنهائي برضه كنا هنقول عليهم لعيبه رجاله. انت كلاعب في منتخب مصر ناقصك ايه عشان تنزل الملعب راجل؟ ما هو معلش ما تقنعنيش. كان عندك وائل جمعه وحسني عبد ربه وابو تريكه وعمرو زكي وعصام الحضري. كان عندك جيل بياكل الاخضر باليابس بالجلع باللابس، وكانت لعيبه رجاله ما بتاخدش الارقام اللي انتوا بتاخدوها. وكان في شغل، وكان في كابتن حسن شحاته بيقف يبرق لهم على الخط بيقلب الدنيا. ده كابتن حسن شحاته مسح بيهم غرفه الملابس ما بين الشوطين في ماتش البرازيل. ونزلنا فرجنا البرازيل يا بيه وايطاليا. انت مش بتتكلم على انا بلاعب الكويت ولا مش عارف بلاعب، بقول لك برازيل وايطاليا. ما قلتلكش المنتخبات اللي هي مع كامل احترامنا ليها اقل في الامكانيات من المنتخبات دي. وكانت اللعيبه دي ما بتاخدش ربع المبالغ اللي انت بتاخدها دلوقتي سواء في الانديه او في المنتخبات. انت ناقصك ايه عشان تبقى شبه الجيل ده؟ ما احنا 120 مليون مواطن بنتفرجوا. كلمه منتخب مصر دي تعني الجميع، ما تعنينيش انا كزملكاوي ولا تعنيك انت كاهلاوي ولا اسماعيلاوي ولا اتحداوي ولا بورسعيدي. كل الكلام ده احنا كوكتيل كده ببعض بيتضرب في الخلاط اسمه منتخب مصر. فانت عندك كل جماهير الكره المصريه واقفه وراك ومستنياك تفرحها. ده الكوره هي الفرحه الوحيده اللي احنا بنحس بيها في ظل الظروف السوداء اللي احنا عايشينها دي. فانت كلاعب في منتخب مصر ناقصك ايه يا عم؟ قول لي يا عم انت عايز ايه يا عم؟ نروق عليك والله العظيم بجد. نروق، نقول لي انت تقول واحنا ننفذ. قول لي انت ايه اللي ناقصك واحنا ننفذه، واحنا معاك في اي حاجه. انما بالاسلوب ده احنا شكلنا وحش، شكلنا وحش. ده مدرب بيشتم في مدرب بيطلع يصيح للعيبه على الهوا، لعيبه بتعتذر، لعيبه بتخاف على رجليها، لعيبه خايفه على مستقبلها، لعيبه انت مش خايف على شكلك. يعني انا لما اقول عليك ان انت بتتمرقع دي كلمه ما توجعكش؟ ما تحسش ان انت من جوه منك اتوجعت لما بقول لك انت بتتمرقع؟ يا راجل ده لما بروح ادفع 20 جنيه في ملعب ميلانو وبنلعبه خماسي ببقى بحارب في الملعب عشان اكسب، بحارب وانا بلعب مع اصحابي. يعني مش بلعب على كاس العالم للادويه، مش واخد محاليل انا. ده احنا لازم نلعب في ملعب عادي. عدم الجديه وعدم التنفيذ. جرى وراك جدي يا بعيد يرزعك واحده، يلزقك في حيطه، يجيب اجلك وتبقاها مستديره. عشان احنا بنسيب ال 120 مليون مواطن ونروح نجيب الناس اللي شكرا سبحان الله نحطهم في النادي. النيابه العامه كان كلامها واضح وصريح. النيابه العامه فاضل تقول لهم احنا عملنا معاكم كل حاجه. النيابه العامه عملت مع الزمالك الدوله عملت مع الزمالك كل حاجه، مش مع الاهلي. والدوله واقفه مع الاهلي، والدوله بتصرف على الاهلي، والاربع فروع بتوع الاهلي الدوله اللي عاملاهم. لا ده تعالى لي بقى هنا، الموضوع ولا اهلي ولا زمالك، ده الموضوع فيه حبس، الموضوع فيه كلبوش. هنا احنا بسم الله ما شاء الله علينا ادارتنا شكلها هتترصص ورا بعض كده كلهم، وهيركبوا المرسيدس هتخش بالظهر كده، تخش تيت تيت تيت، افتح الباب اركبوا لي يلا بينا. ما هو في لجنه اموال عامه تعالى في 780 مليون جنيه يا بيه، تعالى لي يا بيه. ده انا هبص اتقل تتكيف تاخد حاجه نظيفه، واحنا نقول لك الاهلي وفلوس، والناس تقول لي انت بتطبل للاهلي وانت بتعمل للاهلي. ما الموضوع واضح وصريح يا جماعه. واحنا كنا بنتكلم وصوتنا راح نقول لهم حرام عليكم اتقوا الله. الارض كانت هتتسحب منك اكتر من مره لعدم الجديه وعدم الالتزام. الارض معاك من 2003، يوم ما تيجي تبني فيها بنيت فيها عشان ما ياخدوهاش، مش بنيت فيها عشان سواد عيوننا ولا عشان خاطر النادي. انت رحت تعمل فيها انشاءات لان الدوله اديتك مهله اخيره،
وقالت لك الموضوع اللي جاي عايز قرار رئاسي بقى. احنا نفذت حلول الشعب يعني هيبقى الرئيس يعني ده بص ما هجيب لك رئيس الجمهوريه عشان انت اصلك فاشل وما بتفهمش حاجه. 120 مليون مواطن نقي لي يا ابني 5 6 شكرا سبحان الله مسكهم اداره نادي الزمالك. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. وانتوا علم دماغكم 780 مليون جنيه والارض عملت فيها 2% من انشاء 2% من انشاءات ورحت بعتهم ب 780 مليون جنيه ودخلتهم في حاجه ثانيه غير الرياض. يا جدعان يا جدعان حرام عليكم والله العظيم حرام عليكم. النادي هيقفل، طب النيابه تعمل ايه؟ الدوله تعمل ايه معانا؟ ما هو بص الجمهور احنا عاطفيين، احنا مالناش دعوه باللي بيحصل. انا جمهور، انا راجل زملكاوي، انا على العاطفه بدافع عن النادي بحكم العاطفه. انا لا راجل وزير ولا رئيس ولا اعرف حاجه في القانون خالص، بس قرار النيابه النهارده احيه يا ابو سوسو احيه. ويطلع يقول لك ده الاهلي نادي الدوله، ده الفساد كله، ده الدوله هيوطي على رجل اللي جابك ابوسها عشان تعمل النادي، اوطي على رجلك ابوسها عشان تبني الارض وتبني نفسك. راح تبني عشان ما تتسحبش منك، ولما تبني 2% تروح بايعهم ب 780 مليون جنيه وتدخلهم في حاجات غير الرياضه. يا ابني نادي الزمالك راح، نادي الزمالك راح يا ابني. حرام اتقوا الله، ما الله يرحم لا يرحم. يا متخلف منك له يا اللي ماسكين اداره نادي الزمالك، انتوا متخلفين ما بتفهموش، ضيعتونا وضيعتوا النادي. ومحدش يتكلم انسى الاهلي ده، طلعه من المعادله خالص، اركنه على جنب. لان قسما بالله انا لو ماسك منصب في البلد دي لدي كابتن محمود الخطيب ده جايزه احسن رئيس في مصر، لان هم عملوا كل حاجه لمصلحتهم هم. انت الدوله هتبوس ايدك الدوله عشان تعمل الفرع. عارف يعني ايه عدم الجديه عدم التزام وعايز قرار جمهوري؟ انتوا قاعدين في نادي بتعملوا ايه حرام عليكم. ال 780 مليون وديتوهم فين؟ علينا 2 مليار ونص ديون غير ال 780 مليون، والارض كمان اتسحبت. قلع البنطلون عايزه بالمره يا كابتن حسين يا لبيب، عايزه. انت وعدتنا بايه؟ انت قلت لنا ايه قبل ما تخش النادي؟ ما تخلينيش احط الموضوع في دماغي يا مدام لميس. امال لو كنت حطيته في حته تانيه كنت عملت فينا ايه؟ حسب الله يا جدعان والله بجد. احنا حرام يعني، احنا نتقي الله ببعض بقى عشان طب انا اعمل ايه؟ السلام عليكم والله خلاص. هنقول ايه بعد اللي النيابه قالته؟ هنقول ايه؟ ده النيابه ده يعني والله انا مش عارف الناس دي بتعمل ايه في النادي. الناس دي بتعمل ايه؟ انتوا بتفهموا في ايه؟ ايه الحاجه اللي انت بتفهم فيها؟ بتعرف تبيع جرجير؟ بتعرف تبيع طماطم وقوطه؟ بتعرف تبيع ايه؟ قول لي وانا اجيب لك، قول لي وانا اقف معاك في مشروعك. اعتبرني يا عم انا هقف معاك في حاجه بتفهم فيها. انت راجل ما بتفهمش في الاداره، بتوعدنا ليه وبتشتغلنا ليه؟ ضيعت النادي، حسبي الله ونعم الوكيل.